يلا بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you very much again. نشكركم على وقتكم. هنكمل رحلتنا مع يلا سيلزفورس. النهارده ان شاء الله التوبيك مختلف عن اللي احنا غطيناه قبل كده. فاحنا كنا بنتكلم قبل كده، يعني لما بدأنا رحلتنا مع يلا سيلزفورس كان مينلي اتريل هيد، وبعديها بدأنا نتكلم على سيلزفورس از بلاتفورم، وبعديها اتكلمنا على ازاي اعمل ماي بلاي جراوند، وبعديها اتكلمنا على السي ار ام، واتكلمنا على بريفلي كده باختصار على انواع مختلفه من الكلاودز. وبعدين قلنا ناخد بقى ايه ستيب باك ونبدا نركز في الباك اند، وقعدنا نتكلم على داتا موديلنج، فورمولاز، بيك ليست. غطينا كل الكلام ده في المرات اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنسويتش توبيك للفرونت اند. قلنا اي سوفت وير بيبقى فيه الباك اند بتاعه، وبيبقى فيه الفرونت اند اللي هو اليوزر بيتعامل معاه. فالنهارده اللايتنينج اب بيلدر مين اللي مركز على ازاي نبيلد ابس، نعمل ابلكيشنز جوه سيلز فورس، وان احنا ازاي نتحكم في شكل اليو اي اللي هو الفرونت اند. طيب هنبدا ان شاء الله بلايتنينج اب بيلدر. Meet the lightning app builder. Your user are busy. They are closing deals. اللي هو بيقوله لك يعني ان اليوزر بتاعك هو جاي مش عشان انت تعذبه في استعمال الابلكيشن بتاعك، ولا ان هو يقعد يتكتك في الزراير كتير، ولا ان هو يقعد يكتب كتير. هو جاي عشان يبيع، وده مهمته الاساسيه. ف they are closing deals, providing top notch service. عاوزين يعملوا سيرفيس للكاستمرز بتاعتهم، جايين يعملوا ماركتنج. by creating customized page، ان احنا لو هنبدا نعمل pages front end تخلي حياتهم سهله وتيلرد، يعني متفصله على اللي هم عاوزينه، حياتهم اكيد هتختلف تماما، وهيبقى الاداء بتاعهم وسرعتهم في انهم يقفلوا الديلز وانهم يخلوا الكاستمر بتاعهم في رضا اكتر من الناس التانية هيبقى اكيد احسن، لان حياتهم سهله، فهم مركزين في شغلهم، مش مركزين في الحاجات اللي حوالين الشغل عشان يمشي شغلهم. طيب وبالتالي ده الباور بتاع سيلز فورس. سيلز فورس قال لك انا هطلع حاجه اسمها لايتنينج اب بيلدر. وزي ما احنا اتفقنا قبل كده، سيلز فورس لما بدا كسي ار ام بدا بان هو مينلي فوكسنج على السي ار ام كومبوننت، وبالتالي بعديها طلع السيلز كلاود، بعديها سيرفيس كلاود. بس هو في الاول وفي الاخر قال لك لا، I am platform. platform means ان انت ينفع تعمل اي حاجه انت نفسك فيها. فانا لو عاوز اعمل اب اسميه باسم اب عشان ده باسم عاوز يعمل حاجه معينه، انا بمنتهى البساطه ممكن اعمل اب، والاب ده ما يبقاش بس available او متاح على الكمبيوتر. ده الاب ده ممكن يبقى متاح على الكمبيوتر، ممكن كمان يبقى متاح على الموبايل بتاعي، واخليه بالشكل اللي انا عاوزه. ممكن اخليه بيج واحده عباره عن بس انا عاوز اتفرج على التوب اكونتس بتاعتي، مين اكتر اكونتس بتاعتي بيرفورمينج، عاوز اتفرج على الاوبورتيونيتيز. وممكن اخليه مالتي بيجز، اخليه مالتي تابس، اعمل فيه كل اللي انا عاوزه. فهنتفرج عليه ان هو از ا بوينت اند كليك تول. يعني هتلاقيني بقول الكلمه دي كتير. هو انت مش محتاج اي ديفلوبمنت اكسبيرينس، كل اللي انت محتاجه الماوس بتاعك وتشمر وتدخل تكريت اب في couple minutes using clicks. Tools that make things easy. Create custom pages for Salesforce mobile app and lightning experience, giving your user what they need all in one place. طيب يجي يقول لك بعديها تعالى بقى الاول قبل ما نجو ثرو جامد، انا I will launch hands on orgs عشان نتفرج على الكلام ده in parallel، عشان ما يبقاش كلام نظري بس. فعملنا كده we shared our screen allow، ورجعنا هنا نرجع للبتاع بتاعي. حلو. لايتنينج اب، تعالى نتفرج على اللايتنينج اب اللي هو بيتكلم عليه ده. اولا ما هو الاب؟ اتكلمنا قبل كده ان ده اسمه اب لانشر، فده معناه ان انا لو عندي اب وعاوز اب لانشر يعني اقوم الاب ده، هتختار انهي اب هنا؟ فاحنا عندنا ستاندرد ابس، حاجه زي سيلز، هتلاقي فيها الهوم بيج بتاعي وهتلاقي فيها شويه تابس، دي اسمها هوم بيج. دي لما اجي افتح اي اوبورتونيتي دي اسمها ريكورد بيج، لان دي بيج ليها علاقه بريكورد معين. طيب انا عاوز اعمل اب، بعمله منين؟ صديقنا السيت اب
عندنا حاجتين عشان اعمل اب. بدخل على حاجه اسمها اب مانجر. تحت الابس هلاقي كل الابس بما فيهم السيلز. لو فتحت هنا وقلت له edit هيفتح لي حاجه اسمها لايتنينج اب بيلدر، وهو ده حديثنا النهارده. فاللايتنينج اب بيلدر بيخليني يا اما اعمل اب يا اما اعمل بيجز. فلو دخلت الاب مانجر هيدخلني على how to do an app، how to configure الاب. وبالتالي هتلاقي هنا الهيدر بتاعك بيقول لك انا في اللايتنينج اب بيلدر، انا في السيلز اب اسمه سيلز، ده الديسكربشن بتاعته. لو عاوز تحط له صوره هتحط له، هتتحكم. ده اسمه البراندنج. يعني ايه البراندنج؟ يعني وانا شغال في شركه، كل شركه بيبقى ليها اللوجو بتاعها، كل شركه بيبقى ليها الالوان بتاعتها. لما تدخل فودافون هتلاقي كل حاجه حمراء، لما تدخل وي هتلاقي كل حاجه بيربل مثلا يعني. كل شركه بيبقى ليها الكالر باليت بتاعتها، وبالتالي من هنا ينفع تتحكم في شكل الاب بتاعك، تحط الار جي بي بتاعك. تمام. بعديها بيقول لك طيب هو الاب ده هيشتغل على الديسكتوب ولا هيشتغل على الفون ولا هيشتغل على الاثنين؟ هو ستاندرد نافيجيشن ولا كونسول نافيجيشن؟ يعني ايه ستاندرد نافيجيشن؟ ستاندرد نافيجيشن زي ما انتم شايفين كده، عندي هوم، عندي تابس بتقلب فيهم، بس هتلاقي ان انا عندي حاجه ثانيه اسمها كونسول. لو فتحت كده السيرفيس كونسول هتلاقي ديفرنت اكسبيرينس، هيديك نفس اللي انت بتديهولك بس هتلاقي النافيجيشن مختلف. طيب فين التابس الكتير اللي كانت بتبقى موجوده في النورمال ستاندرد نافيجيشن؟ مش موجوده. هتلاقي الارو ده، هتلاقي ان انا ممكن هنا اروح للاكونت، هيفتح لي نفس الاكونت، هيفتح لي كل حاجه، بس اتس ديفرنت. لما اجي افتح البيج هتلاقي المنظر اللي على الشمال ده اللي هو مش موجود في الثاني. هتلاقي ايه كمان؟ هتلاقي انه فتحهم لك هنا، بص كتابس، كل حاجه فتحها لي كتاب. ولو نافيجيتد جوه هتلاقي فتح لك الكونتاكت اللي انا دوست عليه جوه الاكونت ده از ا سب تاب. فاتس ديفرنت واي اوف نافيجيشن، وده يوجوالي بيستعملوه مثلا في السيرفيس كونسول عشان يبقى قدامي كذا حاجه على الشاشه وابدا انافيجيت بطريقه اسهل يعني عامه. فده الكونسول اب عشان لما تيجي تشوف هنا يعني ايه ستاندرد نافيجيشن فيرسس كونسول نافيجيشن تبقى عارف الاكسبيرينس دي شكلها ايه والاكسبيرينس دي شكلها ايه. طيب بعديها هتلاقي حاجه اسمها هنا اليوتيليتي ايتم. يعني ايه اليوتيليتي ايتم؟ الا وهو اللي تحت ده اسمه اليوتيليتي ايتم. انا لو رحنا هنا هو هتلاقي ان هو حاطط مثلا انا كنت فين؟ انا جوه السيلز. فلو رحت سيلز لان انا نافيجيتد تو سيرفيس، لو رجعت تاني للسيلز هتلاقي تحت حاجه اسمها التو دو ليست اللي هو حاططها لي هنا، وممكن اقعد عليها. يعني ممكن اقعد عليها اي حاجه، حتى if it's a standard app انا ممكن اقول لا انا كمان عاوز اتفرج على الهيستوري. هسيف كده، ولما هرجع هلاقي التو دو ليست اللي كانت موجوده في اول ما سيف واكتيفيت الكلام من ده. هرجع الاقي حتى كده سيف نو اي جاست اد في الاخر لما نسيف هنبقى بنشوف الكلام. بس يعني ان جنرال هتلاقي هنا اذا كان عندي تاسكس هتبان لي هنا في اليوتيليتي ايتم هنا. لو رجعت هنا تاني للسيرفيس هلاقي اليوتيليتي ايتم از ديفرنت. ده السيرفيس، انا كنت في سيرفيس كونسول فهيطلع لي كل اب اي كان كاستمايز بالشكل اللي انا عاوزه. فهلاقي اليوتيليتي ايتمز ار ديفرنت. ارجع تاني للسيرفيس كونسول اللي احنا كنا فيه، وكنا هنا موريني الهيستوري، فهنا بيوري لي الهيستوري ريكوردز اللي انا فتحتها. فبدل ما اقعد ادور فوق انا ممكن ايزي انافيجيت من خلال الهيستوري. لو عندي تاسكس يبقى عندي التو دو ليست بتاعتي هنا، لو عندي تشاتر وعاوز ارد على تشاتر الاقي. فده بيبقى جلوبالي بغض النظر عن الريكورد اللي انا فيه. بعديها النافيجيشن ايتم. فانا لو رجعت للسيلز هنا زي ما انت شفتوا وين اي سيفد السيلز دلوقتي بقى فيه النافيجيشن اب من غير ولا اكتيفيشن ولا حاجه، وانس ان انا اي ادت. انا كنت بقول ايه؟ النافيجيشن تابس. النافيجيشن تاب هو التابس اللي فوق دي opportunity leader. However we know ان انا كيوزر I can move things around from my perspective، بس ده الديفولت. يعني لما اي واحد يضاف على السيلز اب ويدخل هيلاقي الكلام ده موجود. انا كمان ممكن اعاد واشيل واحط وكلام من ده، بس كل ده هتبقى حاجات for my experience. بس الديفولت هيبقى كله من هنا. اخر حاجه قبل ما نخلص اللايتنينج اب بيلدر بالنسبه from app perspective بروفايل. كل مره بنقعد نقول البروفايل ونقول هنغطيه في مره ثانيه.
ف I believe it's the time ان احنا نتعرف اكتر ما هو البروفايل. طيب حد عارف يا شباب البروفايل؟ حد سمع عن البروفايل بيفور و دخل فيه؟ تمام، يلا بينا نبدأ بالراحة. ما هو البروفايل؟ البروفايل is a required attribute. بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا يبقى عندي يوزر من غير بروفايل. البروفايل اي يوزر عشان تعرفه لازم تديله اليوزر نيم، بعديها تروح تديله اللايسنس بتاعته، هو هيشتغل على ايه. اللايسنس بتحدد انت عندك انهي اكسس، ففي لايسنس زي سيلز فورس هتديك اكسس لحاجات كتيره قوي، هتديك اكسس على السيلز، هتديك اكسس على السيرفيس وكلام من ده. اذا كنت انت عندك اللايسنس بتاعت سيلز فورس وعندك الحاجات دي، بس في ليميتد لايسنس، في لايسنسز ما تديلكش كل حاجه، زي تشاتر فري مثلا لايسنس او اي حاجه. تمام، فاللايسنس اول حاجه بتحضرها، وبعديها بيبقى عندك البروفايل. البروفايل هو نفسه برضو بيبقى عنده لايسنس بيحدد، فيجي يقول لك اهو انا عشان اديك سيستم ادمنستريتور you need to have Salesforce license. لو انا ما معيش Salesforce license I cannot be a system administrator. فده اول حاجه. يبقى احنا عشان اعرف يوزر لازم اديله لايسنس ولازم اديله بروفايل. البروفايل ما هو؟ عباره عن ان هو اللي بيتحكم انت تقدر تعمل ايه في السيستم، يعني بمعنى what you can do، وساعات بيتحكم كمان في ايه اللي انت تشوفه كريكوردز. بمعنى ايه؟ يعني انا لو انا معايا بروفايل ما عندوش اكسس على الليدز او ما عندوش اكسس على الاوبورتونيتيز، I will not be able to see this opportunity tab in the first place. I will not be able to see the lead tab. بس لو البروفايل اللي انا معايا عنده اكسس على الليد او الاوبورتونيتي، ده معناه ان انا هبقى I will be able to see those tabs. طيب بعديها بيدخل اكتر ايفن حاجه اسمها field level security FLS. كمان البروفايل بيدخل لمرحله انا هقدر اشوف انهي فيلد، فممكن البروفايل ده يديني اكسس للفون وممكن البروفايل ده ما يدينيش اكسس على الفون، وبالتالي لما ادخل البيج دي مش هشوف الفون. الداتا هنخليه على جنب، بس هو عنده سوبر باورز ساعات يخليك تشوف الداتا كلها بغض النظر احنا مظبطين الدنيا ازاي. بس فور ناو البروفايل هو اللي بيتحكم انت تقدر تعمل ايه في السيستم، وتشوف انهي اوبجكتس وما تشوفش انهي اوبجكتس، وتشوف انهي فيلدز وما تشوفش انهي فيلدز. طيب فلو هرجع 5 خطوات ورا واقول ما هو البروفايل، هو مجموعه من الناس اتفقت على اداء وظيفه معينه، ومن اجل عمل هذه الوظيفه محتاجين يبقى ليهم اكسس لشويه حاجات عشان يعرفوا يعملوا الوظيفه دي. زي ما بنسميها بالانجليزي اتس بيرسونا. بيرسونا يعني ايه؟ مجموعه من الناس عاوزين يعملوا حاجه معينه، عشان اعرف اعمل الحاجه المعينه دي انا محتاج اكون ماكسس اكونتس وكونتاكتس واوبورتيونيتيز. لو ما عملتش الحاجات دي يبقى انا مش هعرف اعمل شغلتي، يبقى انا محتاج اعمل حاجه. فالبروفايل اجين بمنتهى البساطه هو مجموعه من الناس عاوزين تعمل حاجه معينه، فانا بظبط لهم الاكسس بتاعهم عشان يعرفوا يعملوا الوظيفه دي. فلو دخلت هنا على الاكونت مثلا هلاقي اهو ان انا هنا ده البيج لي اوتس اللي متقصيه اللي معمول لها، هلاقي حاجه اسمها الفيلد ليفل سكيورتي. لو دخلت جواها هيقول لي اهو ان انا هنا كسيستم ادمنستريتور اي كان ريد اند اي كان اديت، فبيتحكم بالظبط انا بعرف اعمل ايه. ولو رجعت هنا كمان هتلاقي فيه الاوبجكت ليفل ان انا هعرف اعمل كرييت ريد اديت ديليت، وبيخليني كمان اتحكم في التاب سيتنجز، وفي سيستم بيرميشنز، وفي هنا الاوبجكت بيرميشنز. هتلاقي كل البيرميشنز اللي هو انت what you can do and what you cannot do كله موجود هنا في البروفايل. بس فور ناو اتفقنا ان هم مجموعه من الناس عاوزين اكسس لحاجات معينه عشان يعرفوا يعملوا وظيفه، وده من الاساسيات عشان تكريت يوزر. حد عنده اي اسئله سو فار؟ تمام. نرجع تاني للاب مانجر اللي احنا كنا فيه.
بسم الله. انا هرجع هنا، انا في الهوم، وهرجع هنا تاني للاب مانجر، وهرجع هنا تاني للسيلز اللي انا كنت فيه. انا ايه اللي وداني ناحيه البروفايل؟ ان انا لما ادخل على البروفايل في الاب مانجر في الاخر بيجي يقول لي يوزر بروفايل. طيب احنا اتفقنا ان هم مجموعه من الناس عشان تعرف تعمل وظيفه معينه. فمين الناس اللي محتاجه السيلز اب عشان تعرف تعمل شغلها؟ هلاقي ان الناس دي كلها ليها اكسس للاب مانجر. وبالتالي انا لو انا البروفايل بتاعي contract manager I will be able to see the sales app. بس انا لو شلت الكونتراكت مانجر من هنا وسيفت على كده وانا عندي كونتراكت مانجر مش هعرف ادخل على السيلز اب تاني. فده بيتحكم كمان انهي ابس ينفع اشوفها وانهي ابس ما ينفعش اشوفها. فده الاب مانجر اللي وراني الاب بيلدر. في حاجه تانية اسمها اب بيلدر. اب بيلدر بقى بيدخل مور جرانيولر. يعني ايه؟ بيدخل في تفاصيل اكتر. طيب انا بقى عندي الاب بس انا عاوز اعمل بيجز. لما باجي ادوس نيو بيديني 3 انواع من البيجز: اب بيج، هوم بيج، ريكورد بيج. اب بيج از ان انت عندك اب وعاوز تعمل كونسوليديتد فيو، عاوز تحط بيج عشان اعرف انافيجيت منها على حاجات. عاوز اعمل بيج اسمها توب اكونتس اند اوبورتيونيتيز، فهعمل بيج احط فيها بس توب اكونتس اند اوبورتيونيتيز. ودي ممكن تبقى كافيه في حد ذاتها انها هي دي الاب، ان انا بس عاوز اتفرج على التوب اكونتس اوبورتيونيتيز. عاوز اعمل اب بتعمل الاكسبنسز لو انت شغال في شركه ورحت عملت شويه مصاريف وعاوز اسبمت بس الاكسبنسز، فهي اتس وان بيج اب عشان تعمل حاجه معينه. او ان انت عندك اب وعاوز تضيفها عليها عشان تبقى سنترال بيج، فهي اتس اب بيج. هوم بيج is what we are all familiar. When we go for home هتلاقي دي اسمها هوم بيج، ودي ممكن ان انت you build it from scratch، يعني تبداها من العدم، او ان انت تكستمايز الستاندرد بيج. فاذا عاوز تبداها من العدم هتبداها هنا من هوم بيج. لو انت عاوز تكستمايز هتيجي هنا وتقول له edit page زي ما كنا بندخل قبل كده. هتدخل وتقول له edit page بتاعتي وينفع تعمل اي كستمايزيشن بعد كده. تمام. record page is the record page. يبقى لما كنا هنا ودخلنا على الريكورد بيج، دخلت على الليدز وقلت له وريني الليدز ريكورد بيج، دي الريكورد بيج اللي انا ينفع اعملها. اول بوز هنا اتكلمت كتير. حد عنده اي اسئله يا شباب؟ تمام. طيب هقوم اعمل ايه؟ تعالوا نلعب شويه. هقول له نيو، وهقول له اعمل لي اب بيج، وهقول له اعمل لي توب اكونت اند اوبورتونيتيز، وهقول له نيكست. طيب هقول انها ماشي هيدر اند رايت سايد بار. هقول له دان بيج، فبيفتح لي هنا. هنلاقي الهيدر هنا بيوري لي اسم البيج اللي انا بعملها. هيوريني هنا ده اسمه كومبوننتس، يعني اللي هو بيسهل لي ان انا ادراج وادروب. احنا قلنا كلها عباره عن دراج اند دروب، فابدا ادراج وادروب الكومبوننتس عشان تبان لي في البيج. فنتفرج ايه ديفرنت كومبوننتس دلوقتي. هتلاقي البتاع ده هيجي يقول لك ان انا ده هيوريني هل الكومبوننت اللي انا هختاره ده ينفع على الموبايل ولا ينفع على اللابتوب ولا ينفع على الاثنين. هلاقي ايه كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهلاقي هنا البروبرتيز بتاعتي. فانا هنا هيوريني ان انا خلاص انا شغال على التمبلت الفلانيه، وادي الديسكربشن بتاعها، وادي اسمها. طيب عندي كومبوننت اسمه ليست فيو، اللي هو لما بروح هنا على الاكونت ده اسمه ليست فيو. طيب انا عاوز احطه على السنترال بليس ده، فهقوم هدور على الليست فيو. هتلاقي ان جنرال في الحياه في ستاندرد كومبوننتس وفي كاستم كومبوننتس اللي انت بانيها، وفي كاستم مانجد كومبوننتس. ستاندرد زي ما اتفقنا قبل كده حاجات جايه مع سيلز فورس. ليست فيو هيفضل طول عمره ليست فيو موجود. كاستم I built my own custom components بتكنولوجي اسمها LWC او بتكنولوجي اسمها Aura components. وانا يعني it's for development track بس you can develop your own custom components.
هتحتاج جافا سكريبت، هتحتاج HTML والكلام من ده. بس you can develop your own custom components using either LWC or custom managed. that means you have اتكلمنا قبل كده ان انا ينفع اروح على اب اكسشينج وانزل ابلكيشنز، وبالتالي الابلكيشنز دي لما بتنزلها بينزل معاها component، فده custom managed. that means it's part of managed package اللي انت جايبها من اب اكسشينج ف you can use it. طيب هنا list view، انا عاوز اتفرج على التوب اكونتس. هيقول لي طيب ده ليست فيو عاوزه على انهي اوبجكت؟ هقول له انا عاوزه على الاكونت. وهيقول لي عاوز all accounts، هقول له عاوز البلاتينم والجولد كاستمرز. وهانيبل ماشي، ومش عاوز اهيد حاجه، وبس كده حلو قوي. وهاجي هنا اقول له مثلا recent items، وهقول له ان ده opportunities، وهقول له ان انا عاوزه هنا يوري لي الاوبورتيونيتيز. فاذا كنت فتحت اي opportunities recent انا عاوزه يوريها لي في هذا الكومبوننت. تمام بس، وهقول له سيف على كده. تمام. طيب لما بقول له سيف ده بتتسيف، بس هل اليوزر هيبقى able to access it؟ الاجابه لا. اليوزر will not be able to access it until you activate it. فهكليك activate، هقول له عاوزها active for system admin بس ولا system administrator؟ ده الراجل او الست السوبر اللي عندهم كل السوبر باورز، اللي يعرف يعمل يادمنستريت السيستم الحياه كلها. فهاجي اقول له activate for all users. هاجي اقول له هنا انا مش عاوز احطه، بس هحطه على السيلز فور ناو. فهيضيفوا لي اهو توب اكونت اند اوبورتيونيتي، وهقول له كمان ماشي حطه لي على الموبايل. هقول له سيف. فانا عملت نيو بيج تو سنترلايز الاكونتس والاوبورتيونيتيز وحطيتها في السيلز. حد عنده اي اسئله على الاب بيج؟ انا ما مشيتش بالسيكونس العادي لان انت هتدخل تلاقي اب بيج وممكن ما تبقاش مفيجواليز او مش عارف يعني ايه اللي انا بقوله ده، فحبيت ابدا زي بديمو كده عشان لما ندخل بقى الموديول هنلاقي الحياه ماشيه بالسيكونس اللي احنا عاوزينه. فده كده. طيب هوم بيج هنعمل هوم بيجز ليتر، ريكورد بيج هنعمل ريكورد بيجز ليتر. بس انا عاوز ارجع تاني للاب مانجر وهقول له كده اعمل لي نيو لايتنينج اب. تعالوا نعمل، وهسميه باسم اب. تمام. وهابلود الايمج، ده البراند نيم بتاعي. هقول ان هي هحط صوره ديسكتوب ماي بروفايل بيكتشر. تمام. وانا بحب اللون اللبني فهعمل كده سكند لبني يعني. هخليه كده لون التيشيرت بتاعي بس. نيكست باك فاليو، والراجل ده ما بيغيرش ليه. دان. اوكي نيكست. وبعديها نافيجيشن، اتفقنا انا عاوزه ستاندرد ولا عاوزه كونسول؟ اخليه ستاندرد. عاوزه ديسكتوب ولا فون؟ اخليه ديسكتوب. اقول له نيكست. عاوز يوتيليتي ايتم، ضيف لي التو دو زي ما شفنا، وضيف لي الهيستوري. فضفت الاثنين دول. تمام. وهقول له نيكست. هقول له عاوز ايه؟ انا بتكلم على الاكونتس فتعالى نحط الاكونتس. وهقول له انا عاوز التوب اكونتس وعاوز الاوبورتيونيتي. اوريك بس قد ايه سهوله ان انت تعمل اب في سيلز فورس. واقول له نيكست. هقول له الكلام ده available for me، هخليه for system administrators بس. وهقول له save and finish. مبروك علينا اول اب يا شباب. فعملنا اب سميناه باسم اب، تسميه بقى expenses اب، تسميه علام اب، تسميه زكريا اب، تسميه زي ما انت عاوزه. ولما هاجي هنا لقيت ان انا بقى عندي في الاب لانشر باسم اب، وادي الباسم اب. لما هدخله هلاقي الالوان بتاعتي اللي انا اخترتها، وهلاقي صورتي فوق،
وهلاقي التوب اكونتس اللي احنا لسه عاملينها از ان اب بيج، وهي دي طريقه سهله ان انا انافيجيت. فمن هنا ممكن اقول له هات لي بقى، انا هركز النهارده على البلاتينم والجولد، فهدخل على بيرلينغتون، هيوديني على بيرلينغتون، او ان انا ارجع تاني اقول له وريني الاوبورتيونيتي دي فيفتح لي الاوبورتيونيتي دي، او ان انا ممكن كمان ان انا ارجع هنا واقول له لا انا مش عاوز ايدج، انا عاوز جنرال بوينت لاب، فلما هرجع هنا هلاقيها اتضافت على الموست ريسنت. فخلاص اب صغير على قد ان انا محتاج اعمل شغلي في مركز على الاكونتس والاوبورتيونيتيز، وكاستمايز ذا نيو براند نيو اب بما فيهم اللاندنج بيج بتاعتي والاكونتس والاوبورتيونيتيز. طيب حد عنده اي اسئله يا شباب؟ تمام. طيب اتفقنا احنا دي وي كريت فروم سكراتش عن طريق ان انا رحت لللايتنينج اب بيلدر، بس I can go in here زي ما اتفقنا ان انا عاوز اكستمايز this specific page، اقول edit page هيفتح لي نفس المنظر اللي انا كنت فيه، وممكن احط كمان اهو داشبورد، واحط هنا في الداشبورد اسمي اي داشبورد لو عندي اي داشبوردز يعني، بس يعني ايه اعمل كده ان انا احط هنا اللي انا عاوزه، او ان انا لو عندي ريبورتس شكل مفيش داشبوردز هنا، هل عندي اي ريبورتس؟ يس عندي اهو سامبل ريبورت، وهعمل كذا كذا فيطلع لي سامبل ريبورت and so on. اوكي طيب تعالوا بقى نغير في الاب ده. هروح هنا كده تاني سيت اب، وهروح تاني على الاب مانجر، وهجو هنا في حته الباسم اب. تعالى كده بقى نروح تاني للحاج باسم اب، وهقول له هنا edit، وهروح هنا على النافيجيشن ايتم. انا عاوز اضيف بقى زي السيلز اب كده، عاوز اضيف له هوم بيج and you can easily customize. انا عاوز الهوم بيج تبقى اول واحده قبل حتى الكلام ده. ليه؟ عشان انا عاوز الهوم بيج يبقى عليها سنس ان انا مركز في الاوبورتيونيتيز، عاوزه يبقى عليه تشارت يوريني البرفورمانس بتاعي ويقول لي الاوبورتيونيتي بايب لاين بتاعي شكله عامل ازاي. فاي سيفد وحطيت الهوم. هرجع كده تاني، وهرجع هنا تاني على باسم اب. تمام صادتنا الكاشنج، فهنا بقى ما عنديش ان انا ابجريد للدايناميك بتاع، فعاوز افورس ان انا افضي الكاش، فهامتي الكاش كده يسيف صح. بسم الله الرحمن الرحيم. هرجع تاني كده تاني سيت اب اب مانجر وهرجع تاني هنا للباسم اب، وهقول له edit، وهقول له على النافيجيشن ايتم بقى عندي الهوم اهو زي الفل وتمام تمام. وهحط حتى حاجه كمان هنا عشان chatter save، انا بس عشان انفورس يعني ايه ان انا عملت تغيير فيوريني yes I have now the home and I have the chatter feed. بقى عندي الهوم بيج، فالهوم بيج هو عرف منين ان دي الهوم بيج؟ لان دي حاجه اسمها الاورج وايد ديفولت بتاعت الهوم بيج. طب انا مش عاوز ان دي تبقى الاورج هوم بيج، انا عاوز اعمل ماي اون هوم بيج. فانا هاجي هنا اهو وهقول له ارجع تاني على الاب مانجر، وهجو اكريت مش الاب مانجر قصدي الاب بيلدر، وهجو هنا على اللايتنينج اب بيلدر، بس المره دي بدل ما هقول له بقى اعمل لي اب بيج هقول له اعمل لي هوم بيج. انا كل اللي انا عاوز اشوفه مش عاوز اشوف الزحمه دي وتاسكس انا عاوز اشوف بس البرفورمانس، فهقول له باسم هوم. طيب انا عاوزها ايه؟ عاوزها ستاندرد هوم بيج فور ناو. اخترت التمبلت، وبالتالي هنا انا كل اللي انا عاوز اشوفه البرفورمانس، فاقوم جاي على الكومبوننت اللي اسمه performance وموري ومسيفه. طيب قلنا بعد ما عملت الهوم بيج وعاوز اسيبه اي سيفد، بس انا عاوز اكتيفيته وعاوز اخلي موفينج فورورد ان الحياه اي حد بيحط الهوم بيج يبقى هي دي الهوم بيج بتاعته، وبالتالي هلاقي حاجه اسمها هنا org default. assign it as an org default. system default ده system default اللي هو انا لما حطيت الهوم وراني الهوم دي السيستم ديفولت هوم بيج، بس انا بقول له لا بعد كده your new default is باسم هوم اللي هي فيها just this chart. هقول له سيف. تمام طيب وبالتالي انا في اعتقادي
شاء الله مش هيخيب لي املي، ان انا لما اجي هنا واقول له ريفرش واجو للهوم واعمل تاني انسبكت واقول له امتي كاش، يس، عمل لي اهو بقى الديفولت هوم بيج بتاعتي بعد ما كانت السيستم هوم. لو جيت انا دلوقتي اعمل edit page هلاقي ان باسم هوم became the standard global home page. مش not standard means standard وكاستم، بس قصدي انها بقت هي الجلوبال الاورج وايد هوم بيج. طيب اتكلمنا كده على الهوم، اتكلمنا على الاب بيج، اتعلمنا ازاي نبني اب. اخر حاجه الا وهي الريكورد بيج. اتكلمنا المره اللي فاتت بريفلي ما هي الريكورد بيج، بس النهارده بقى في تفاصيل اكتر. فادي الهوم بيج فيها شويه تابس، بتوري لي هنا الريكورد ديتيلز، بتوري لي الريليتد ليست، بتوريني هنا الهايلايت بانر او الكومباكت لاي اوت اند سو اون. وفيها كومبوننتس كمان، فيها هنا الاكتيفيتي. طيب فتعالوا نتفرج ما هي الريكورد بيج. هقول له اهو edit page، هلاقي فيها اهو انها فيها تابس، وهلاقي فيها هنا الهايلايتس بانل. وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت في كلاسيك دايما فيرجن وفي لايتنينج فيرجن. فهتلاقي هنا ان ده جايب البيانات، جاب التايب والفون والكلام ده منين؟ من حاجه اسمها في الكلاسيك لايف اسمها كومباكت لاي اوت. فلو دخلت على السيستم ديفولت ده هتلاقيه موريني الايه؟ الاكونت نيم والاكونت تايب والاكونت فون والكلام ده. فلاقي اهو الاكونت نيم والاكونت تايب الفون ده الكومباكت لاي اوت. طب ايه اللايتنينج فيرجن بتاعه؟ هتلاقي هنا ان في اولا كومبيرنج اللي انا كنت فيه اللي هو الاب ما كانش فيه فيلدز، بس انا مني في ريكورد بيج هيبقى فيه عندي هذا التاب الجديده اللي اسمها فيلدز. فيلدز دي بتوريني ايه؟ بتوريني ان انا ممكن احط فيلدز موجوده، ان انا ينفع دراج ودروب فيلدز، ينفع دراج ودروب فيلد سيكشن. فهنتفرج على الكلام ده. اتفقنا ان انا المره اللي فاتت عشان ابدا have a control over this specific component دلوقتي بيجيبها من البيج لاي اوت اللي هي الكلاسيك فيرجن. بس لو عاوز اعمل كده لازم اعمل ابجريد لحاجه اسمها دايناميك فورم. ده نفس القصه، this is the classic version اللي هو compact layout. بس لو عاوز اعمل الدايناميك هايلايت بانل هدراج من هنا الدايناميك هايلايت بانل. هيجي يقول لي طيب انت عاوز ايه؟ قال لي انا باي ديفولت حطيت لك اهو الاكونت نيم، بس you can add way more fields. طب ماذا لو انا عاوز الاكونت ادرس، اي حاجه بيلينج ادرس وهات لي الشيبنج ادرس. طبعا مش منطقي ان انا احط الادرس فوق الا اذا انت شركه فيديكس او يو بي اس، واهم حاجه بالنسبه لك او في شركه بي تو سي او بي تو بي وعاوز تعرف انت هتبيل فين وتشيب فين، فبالنسبه لك ده اهم حاجه. فهتحط حاجه زي كده، انا عاوز هو ده ماي كومباكت. وبالتالي ده بيديني بقى اوبشن كتير. هتلاقي اجين لو دوسنا هنا مفيش حاجه انت هنا تعملها، بس لو جينا هنا دوسنا هقول له لا، ده انا ممكن اقول له هات لي البتاعه دي لما يكون الاكونت تظهره لي، لما يكون الاكونت اكتف، بس ما تظهروليش لو الاكونت اكتف. فيو هاف واي مور فلكسبيليتي كومبيرنج بالتاني. طيب وممكن اجي هنا كمان واقول له هات لي نيو تاب، وعاوز اقول له باسم فيلدز، هسمي تابه جديده اسمها كاستم وهحط فيها بس باسم فيلدز، وهقول له اهو تمام دان. فهاجي هنا على الباسم فيلدز وهاجي هنا اقول له هات لي فيلد سيكشن، وهقول له انا عاوز اتفرج لو انا مهتم قوي بقصه الادرس دي هاجي اقول له هنا عاوز اتفرج هنا على البيلنج ادرس وعاوز اتفرج هناك على الشيبنج ادرس، وهقول له سيف. طيب لما هدوس سيف هنا برضو نفس القصه، لازم عشان تبقى available لليوزر لازم ادوس اكتيفيت. طيب اتكلمنا عن الاورج ديفولت. يعني ايه؟ لو خليت ان الاكونت بيج this is the org default، ده معناه ان اي حد عنده هي اكونت بيج هو هيشوف الاكونت بيج دي اللي فيها الباسم تاب. بس انا مش عاوز اعمل كده، انا مش عاوز اغير الاكسبيرينس بتاع كل الحدوته. ممكن اخليها اب ديفولت، يعني انا دلوقتي انا عاوز اشوف البتاعه دي بس في باسم اب، فهدوس هنا باسم اب وخلاص. تمام، انا هشوفها في الباسم اب بس. وكمان ممكن even اكستمايز ات مور، ان انا اقول له لا انا مش عاوز اشوفها في باسم اب كله، انا عاوز بس
السيس ادمنز او السيستم ادمنستريتورز هم اللي يشوفوا. فهاجي اهو اقول له باسم اب على الديسك توب والفون. واتكلمنا المره اللي فاتت بريفلي على الريكورد تايب. الريكورد تايب برضو له وضع هنا، ان انا ممكن اقول له البيج دي للريكورد تايب ده للبروفايل ده، وهقول له بس انا عاوز الكلام ده للسيستم ادمنستريتور. ده معناه ايه؟ ان لو علام دخل وهو مش سيستم ادمنستريتور مش هيعرف يشوف البيج دي، بس لو باسم دخل وباسم سيستم ادمنستريتور هيشوف البيج دي. فوي هاف different level of controls من مين يقدر يشوف ايه. فلو one non system administrator هيشوف على قديمه، بس لو واحد system administrator هيشوف على our new version. بس سيبنا كده. تعالى بقى نشوف الكلام ده. يبقى انا دلوقتي لو نفتكر، لو رحت للسيلز اب ورحنا هنا على الاكونت وشفنا هنا على البرنت ورحت هنا على هتلاقي ريليتد وديتيلز والمنظر ده. طيب بس تعالى بقى نسويتش جيرز ونروح، لان احنا قصينا different record page لباسم. فده باسم اب، وهروح بقى على الاكونتس. تعالى بقى نتفرج على الاكونتس هنا شكلها ايه. تمام. طبعا كالعاده هتلاقي ما فيش اي حاجه حصلت الا لما تفضي الكاش. فنيجي هنا ونفضي الكاش ونقول له امتي كاش ونقول له ريفرش. بس فهتلاقي بقى اللي احنا كل الابداع اللي احنا عملناه بقى عندي هنا دايناميك هايلايت بانل. هتلاقي عندي نيو تاب اللي احنا وي انفنتد توجذر اخترعناها دلوقتي اسمها باسم فيلدز، وهتلاقي جواها سيكشن مسمينه بيلنج ادرس وشوبينج ادرس. This is the beauty of Salesforce. اتعلمنا حاجات كتير قوي وما مشيناش لسه على الموديول، بس I believe ان احنا لما نشوف الديمو كده خلاص احنا كده بقى دلوقتي فاهمين الدنيا. عندنا اب مانجر بنكريت منه نيو ابس، عندي different types of pages، عندي اب بيج، عندي هوم بيج، عندي ريكورد بيج، عندي فهمنا يعني ايه بروفايلز، فهمنا يعني ايه ان انا اساين اورج وايد، يعني ايه اساينها على سبيسيفيك اب، واتفرجنا ازاي اعمل اب، واتفرجنا على ان انا ازاي سبيسيفاي سبيسيفيك اب في سبيسيفيك ريكورد تايب في سبيسيفيك بروفايل. I hope this was helpful. نرجع تاني للموديول. حد عنده اي اسئله as a result of this big demo؟ كله تمام؟ احسن ناس. ماشي، نرجع بقى. طيب كنا عندي طب that's not all. when you edit a lightning app from app manager in setup هتلاقي رجعنا على اللايتنينج اب بيلدر to manage the app settings. اتفرجنا بقى على البراندنج والنافيجيشنز والاوبشنز. قضينا وقت حلو مع الكلام ده. دلوقتي الكلام ده ينفع نفهمه وكمان ينفع نفتحه. يعني لو فتحنا هنا اهو الاب مانجر بس عشان بقى نبقى بنريليت لحاجه اهو. اب مانجر اهو هتلاقي وخلينا نركز على الباسم اب دلوقتي. فباسم اب فهاجي هنا اهو اللي هو اللي بعده هلاقي بقى النافيجيشن والاوبشنز واليوتيليتي ايتمز وكل الكلام الحلو ده. alright. How the Lightning App Builder works. With the Lightning App Builder you can build single page app that drill down into standard pages زي اللي احنا عملناها بالظبط. ان انا عندي الاوبورتيونيتي وعندي الاكونت وعندي الليست فيو وعندي الريسنت ايتمز كل الكلام الحلو ده. داشبورد ستايل اب such as app to track sales والبروسبكتس. فبس اب فوكس على الداشبورد. اب فوكس بس على ان انت ازاي سبميت اكسبنسز وتمونيتور الاكسبنسز بتاعتك. انا ممكن اكرييت كاستم ريكورد بيج زي اللي احنا شفناها فور اوبجكت. فانا ممكن كمان ايه بقى ابنيها من سكراتش خالص. يعني انا هنا دخلت على الاكونت بيج وقلت له edit فاي واز editing the standard page by adding something. بس انا كمان ده ايه الموضوع بقى ممكن يروح بعيد قوي. ممكن ان انا هاجي هنا كمان واقول له ايه اب بيلدر، ومن الاب بيلدر اقول له لا انا مش عاجبني الكلام ده، انا مش لسه هبدا من الاكونت. مع انه يعني ما فيش حد بيعمل كده، بس يعني لو انا عاوز ابدا ريكورد بيج فروم سكراتش هاجي اقول له اهو ريكورد بيج وهقول له باسم اكونت بيج، وهاجي هيقول لي على انهي اوبجكت هقول له على الاكونت، وهاجي اقول له هو انا عاوزها بالمنظر ده وهقول له هنا done. هيفتح لي باسم اكونت بيج وابدا اعمل كل اللي انا عاوزه بقى هنا من from the beginning يعني. واي ثينك ان احنا هيبقى عندنا حته في الموديول هنا هنعمل opportunity page from scratch.
a custom home page وعملنا custom home page وحطينا فيه performance component. A lighting page is a custom layout that lets you design pages for your Salesforce mobile app and lighting experience. Lighting experience اللي هي desktop experience, mobile experience is the mobile experience. A lightning page is composed of regions that contain components. هو ده اللي احنا كنا فيه. It's a regions جواها components we can drag and drop. تمام؟ The structure of lightning page adapt for the device it views on. The template you choose when creating the page control how it display. لو تفتكروا احنا هنا قبل الصفحة دي بالظبط كنا هنا كان عندنا الاوبشن ان احنا نختار template. وكل تمبلت بيوريك اهو هل دي تمبلت تنفع على الموبايل والديسكتوب ولا الموبايل بس، ولا بس هي اتس ادابتيف. يعني بيوريك اهو لو انا على الديسكتوب الشكل هيبقى كده، لو انا على ايباد او تابلت ان جنرال هيبقى الاكسبيرينس كده، لو انا على الفون هتبان بالمنظر ده. تمام؟ ف template بتdetermine and it's adapting على حسب انهي device you are using. You can have an experience, you can build a template تقول له ان دي بس وريها لي على الموبايل، بس دي بس وريها لي على الديسكتوب، على حسب اليو اي يو اكس تيم بتاعك عاوز الاكسبيرينس تبقى شكلها عامل ازاي. Lightning components اتفقنا واحنا هنا عندنا standard lightning components، عندنا custom lightning component، عندنا custom managed lightning component. ده جاي مع Salesforce، ده انت you built it، ده اسمه جاي مع اي managed package. فعندي standard component or lightning component built by Salesforce. Custom components you built it your own او حد عملها لك. You can configure custom lightning component in the lightning app builder. You can just drag the component you can add parameters اذا كنت انت محتاج تبصي لها parameters and you good to go or third party components. طيب بعديها هنا بيجي يتكلم على ان انت عندك نوعين من التكنولوجيز اللي انت you can use in order to build the components. طيب لو انت راجل ديفلوبر ومهتم قوي او ست ديفلوبر وعاوزه تدخل في الموضوع، هتكتب LWC or Lightning Web Components وربنا معاك في التريل بتاع Lightning Web Component from the beginning. تمام؟ طب لو انت راجل قبل اللايتنينج ويب كومبوننت كان في حاجه اسمها اورا، فانا لو عاوز اتعرف على اورا هتكتب هنا اورا وهيبقى عندك اورا كومبوننتس. اي كومبوننت فيهم في الاخر هيبقى كومبوننت available for you تحت هذا السكشن where you can drag and drop وتتعامل معاه زي اي كومبوننت في الحياه. وده اللي بيقوله هنا، بس هتحتاج ايه؟ HTML وجافا سكريبت وسم ستايلنج لو انت عاوز وكلام ده. The Lightning App Builder user interface. The Lightning App Builder user interface make creating Lightning pages easy. واتفرجنا على الهيدر فوق اللي هو لما كنا في الاب بيوريك اسم الاب، لما كنا في البيج بيوريك اسم البيج. When you are working on the Lightning page, the header shows you its label, the label of the page. And contain pages. هتلاقي هنا البيجز اللي انا I touched في الحبه الاخيره، هيوريك up to 10 pages انا اشتغلت عليه. If you are editing an app, the header also show the app name زي ما احنا شفنا هنا ان انا هلاقي هنا الباسم app. Where you can configure the app options such as branding, navigation، اتكلمنا كل الكلام ده. Toolbar. طيب لو انا هنا وحطيت الكومبوننت ده وبعدين انا عاوز ارجع في كلامي فيمكن عادي undo copy وبيست والكلام الحلو ده. component palette واتكلمنا فيها حبه حلوين هنا، ان انا عندي هنا الكومبوننت palette بتاعتي فيها كل الستاندرد كومبوننتس، ولا انا في ريكورد بيج كمان انا ممكن احط فيه السكشنز ودايناميك هايلايت بانل وممكن احط فيلدز وكل الكلام الحلو ده. ايفن كمان بتوفر لي كمان ان انا لو انتوا فاكرين في المره اللي فاتت اتكلمنا على الفورمولا فيلد. كان زمان عشان اجيب من الاكونت ليتس سي البيرنت اكونت، لو انا عندي الاكونت وعايز اجيب البيرنت اكونت نيم كنت بروح اعمل زمان قبل هذا الاختراع كنت لازم اروح اعمل فورمولا فيلد واقول له اكونت دوت بيرنت دوت نيم وبالتالي ادرجها. كنت لازم اعمل كاستم فيلد. دلوقتي نو يو دونت نيد تو دو ذات، يو كان فروم فيلدز. هتلاقي الارو ده هقول له هنا هات لي كده انا رحت على البيرنت وهقول له هات لي النيم. فكمان جمال اللايتنينج ان انا طبعا لازم احط فيلد سيكشن عشان اعرف ادراج واضرب. فيعني لو عاوزين نعملها بجد يعني عشان بس ما نبقاش ايه بنقول اي كلام،
هاجي هنا اهو وهقول له على البيرنت اكونت وهقول له على البيرنت اكونت نيم، بس في نفس الوقت انا كمان عاوز ابين الاكونت نيم بتاعي، وبالتالي هحطه هنا اهو الاكونت نيم. فهنا ده الاكونت نيم، هتلاقي ان ده جايب لي الاكونت نيم نفسه. انا هنا لسه جوه البيرنت، فانا هنا عاوز اجيب، لا انا عاوز اجيب الاكونت نيم شخصيه وهمسح الراجل ده. فده هيوريني الاكونت نيم، وده هيوريني البيرنت اكونت نيم. تمام. هو دخلت هنا parent account select an insertion point، ماشي. وبعدين هنا هاجي اقول له البيرنت نيم. تمام. وبالتالي هنا هتلاقي ان انا هنا جوه البيرنت دوت نيم، بس هنا I am جوه النيم. فكمان هيوفر لك ان انت محتاج تعمل فورمولا فيلدز وكلام من ده. just UI solution. كل سوليوشن، لكل حاجه في الحياه في 100,000 طريقه ان انت ممكن تعملها. في ان انت تعملها داتا بيس سوليوشن، انت تعمل كاستم فيلد، ممكن انت لا انا اعملها يو اي سوليوشن، مش محتاج اعمل فورمولا فيلد سبيشالي. يعني لما تتعمق اكتر هتلاقي بعد شويه ممكن يبقى في كمان ليميتيشنز لكميه الريليشن شيبس وكلام من ده، فلو تعرف تحلها من اليو اي حلها من اليو اي. طيب كومبوننت، اتكلمنا على الكانفاس اللي احنا قاعدين ندراج ونضرب فيه من الصبح. اتكلمنا على البروبرتيز، ان انا ممكن اجي هنا وبتفرج على البروبرتيز بتاعتي زي ما احنا شايفين، ممكن احدد الفيزيبيليتي كمان. Now we are expert, we saw it. App page, use an app page to create a home page for a third party app. يعني لو عندك third party app وعاوز تحط له new assume، يعني assume ان انت السيلز اب ده مش موجود خالص، ما كانش موجود ستاندرد وانت يو انهيرتد، بس احنا قررنا at some point ان احنا نضيف له ال اب بيج. فممكن ان انا احطها. I thought ان انا ممكن اكون حطيتها، مش فاكر حطيتها لا، بس يعني مش موضوعنا دلوقتي. يعني ممكن اضيفها على هذا المنظر. فلو if you inherited an app، فكلها عشان for easy navigation و better user experience, your user have an app homepage where they can quickly access the most important objects. Homepage، اتفقنا على الهوم page. create a homepage with features relevant to type او user معين، زي ما احنا عملنا ان انا لا انا دي الهوم بيج بتاع كل الناس، بس انا from this specific app perspective انا عاوز اتفرج على الهوم بيج فيها التشارت بس. ف you can develop your own home page. record page على specific record، زي ما انت لسه شايفين ان انا بحدد له specific object وببدا اتعامل معاه. alright, I hope this was useful. يلا لو حد عنده اي اسئله يا شباب. لو محدش عنده اسئله هنجو على كويز. What is the lightning page? Compact, configurable and reusable element. A custom يعني ان انا element معين من دول is custom, reusable and so on. A custom layout for creating pages, enlightening experience and SAYS mobile app. The new name for Salesforce page layout. A page you can access via a customer community. Customer community is another product from Salesforce اسمه Experience Cloud، وده لما بتبقى عاوز الكاستمر بتاعك يدخلوا على page وبيتاكسس Salesforce من ورا، بس هي it's a web page or website for them. What do you think؟ ايه اللايتنينج page؟ A custom layout for creating pages ولا it's a new name للpage layout ولا حد عنده guess؟ عندك guess put it in the chat. انا هجس ان هي custom layout for creating pages, enlightening experience and Salesforce mobile app. What can you build with the Lightning App Builder? A glance dashboard, apps optimized for a particular task, complex multi-page app where with drill down capabilities and so on. Okay. A glance, a dashboard style apps, we can. Apps optimized for a particular task, complex multi-page apps with drill down capabilities. يعني أنا ميال أكتر ل AB. حد عنده أي رأي آخر؟ تعالوا هنا نشوف. Yeah, we made it. Alright. هل عندنا وقت ندخل أكتر؟ والله ممكن أبقى طماع وأدخل على الهوم بيج. أوكي، لأن إحنا غطينا جزء كبير. You can customize
your Lightning Experience homepage. Give your user everything they need to manage their day from homepage in Lightning Experience. يعني هنديهم Lightning page عشان يدخلوا عليها، هي دي الهوم بتاعهم. Your sales reps can see the quarter performance and so on. You can create a custom homepage in a few different ways. Again قلنا ان انا ممكن اكريتها from scratch، ان انا هاجي هنا وهقول له متشكرين جدا leave، وهقول له ان انا create new from scratch، وهقول له ان انا عاوزها هوم بيج، او ان انا لا انا هجو هنا على الستاندرد هوم بيج وهقول له على السيلز، وهدخل هنا على الهوم واقول له edit page. تمام؟ بس خلي بالك دي هتلاقي ايه اتس ريد اونلي تمبلت، زي ما اتفقنا ان في تمبلت. هو طب لو عاوز اشيل التمبلت دي من السيلز اب ده very special and this is very new. بس هتدخل هنا على السيت اب وتقول له هوم، فهنا هتقول له هل انت عاوز الاوبشن بتاع الادفانسد سيلر هوم ده ولا مش عاوزه. لو انت مش عاوزه you can easily deactivate it. وزي ما انت شايف هنا احنا خلينا باسم هوم بيج at the org wide محطوطه هنا، وبيديك some visibility في انهي اب عنده انهي هوم بيج بتاعك. فاحنا عملنا كده المفترض، يعني من المفترض، بس احنا عارفين طبعا الكاشنج صديق للجميع، ان انا لو جيت هنا وقلت له وريني كده الهوم بيج، المفروض هنا يوريني باسم اب دلوقتي. يس تمام. فهيوريني كده الهوم بيج بتاعت الديفولت لان انا قلت له شيل لي هذه الفيتشر. طيب ايه الفرق بقى؟ ان احنا قلنا هنا خلاص انا ينفع اجي بقى هنا تاني واقول له سيت اب اديت بيج، وينفع ابدا اعمل كل اللي انا عاوزه واد كومبوننتس واشيل كومبوننتس. بيفرق لك ما بين ان انت بتبيلد فروم سكراتش، ان انت كده هتبقى انت اللي مسؤوليه كامله عن ان انت تيديت الهوم بيج دي. بس لو انت عملت ايديت للبيج الستاندرد سيستم بيفضل في كونكشن ما بينك وما بين الهوم بيج ده، فلو في اي سيس فورس ابجريد هتبقى داخل فيها. create a custom home page for Lightning Experience. خلاص بقى احنا بقينا اكسبرت. هدخل على الاب بيلدر واقول له نيو هوم بيج زي ما احنا عملنا، وهختار انهي تمبلت وهقول له done، وبعديها هنقي هدراج عاوزين تعالوا نعملها دراج اسيستنت كومبوننت، دراج بيرفورمانس، اند وحط شويه توداي ديلز وكلام من ده. تعالوا نعمل الكلام ده. طيب قال لي عرف نيو هوم بيج، فانا هاجي كده على هنا وهقول له سيت اب اب بيلدر، وهاجي هنا هقول له نيو وهقول له هوم بيج وهقول له نيكست، وده قال لي سميها كده. فادخل بعدين قال لي انهي تمبلت. سيلكت ذا ستاندرد هوم بيج تمبلت اللي احنا كنا برضو اخترناها المره اللي فاتت، ستاندرد هوم بيج تمبلت عملتها. قال لك drag now I have empty standard home page template and then click done. add empty home page opens already. تمام فتحت لنا وكله تمام. drag assistant component، فهدخل هنا assistant. قال لك حط الاسيستنت على التوب رايت ريجن، فجيت هنا الاسيستنت على التوب رايت ريجن. كمان قال لك حط البرفورمانس على التوب ليفت ريجن، performance على التوب ليفت ريجن. الله اعلم. add today event to the lower left، يبقى كان قصده هنا ده هنا، وهات لي الايفنت هنا، ووريني التاسك add today tasks هنا. تمام. قلنا لحد دلوقتي سيف، بس السيف لوحده مش كفايه، لازم تقول له ايه اكتيفيت. رول اوت تو كاستمر، اتفقنا بقى لما بقول له اكتيفيت بيطلع لي الكلام من ده. انا عندي كذا اوبشن، يا اما assign it to org wide، يا اما الاب سبيسيفيك، يا اما اب اند بروفايل. فهاجي هنا assign to app and profile، قال لي روح على الاساين اب اند بروفايل. هاساين البيج دي بالذات للسيلز اب، فهو هنا عاوزني على السيلز. وعاوز مين كمان؟ وعاوز يخليها اونلي للسيستم ادمنستريتور، فهقول له نيكست. هاجي هنا على البروفايل هختار، هو قال لي سيستم ادمنستريتور، فهاجي هنا على السيستم ادمنستريتور وهقول له نيكست وهقول له سيف. ذاتس ات. وبالتالي لما ارجع هنا واروح لصديقنا السيلز واقول له ان انا متشكر جدا على
حسن تعاونكم معنا في كاشنج، وافضي الكاش هلاقي ان الدنيا نورت بالظبط زي ما انا I configured it for sales system administrator. موريني البرفورمانس، موريني الاسيستنت، موريني الايفنت والتاسك. اوكي، اتفرجنا على الكلام ده. look at your hard work. عظمه. كان المنظر ده القديم، المنظر الجديد بالظبط زي ما احنا عملنا. حد عنده اي اسئله؟ يلا نعمل اللاب ده. I think ان الديمو خلانا بقى ان احنا نمشي في الموديول سريع، لان احنا we already did all of that مع بعض. اوكي، create a lightning app page. انا عاوزني اعمل بقى هوم بيج وهسميها سيلز هوم. سيت اب اب بيلدر، ومن اللايتنج اب بيلدر هقول له هوم نيو، وهقول له انها هسميها هوم بيج وهسميها سيلز هوم. هو عاوزني استعمل ستاندرد هوم بيج، فانا هستعمل هنا ستاندرد هوم بيج، ومن الستاندرد هوم بيج هسميها سيلز هوم. هو خلاص كله تمام. هتلاقي هو باي ديفولت بيجنريت الاي بي اي انه بيشيل السبيس وبيحط اندرسكور. اد ستاندرد هو عاوز ايه بقى؟ عاوز يعني احط له performance، نفس اللي احنا عملناه performance assistant tasks fields activate البيج للسيلز سيلز بروفايل سيف activate. سنس ان انا عاوز لبروفايل معين لازم اروح له اب اند بروفايل، وهاجي هنا وهقول له ليه سيلز. انا هنا جوه الاب اللي هو السيلز، هو عاوزني جوه الاب اللي اسمه سيلز. فين السيلز؟ سيلز هير السيلز، وهيجو للبروفايل اللي اسمه كاستم سيلز بروفايل. فاونلي الناس اللي هو اسايند للكاستم سيلز بروفايل هم الوحاد اللي هيعرفوا يشوفوا هذه البيج. اقول له نيكست وهقول له سيف اكتيفيشن. خلاص عملنا كل الكلام ده و done. let's check the change. وبالتالي انا مش هشوف البيج دي لان هي متاساينه للكاستم سيلز بروفايل and I'm not custom sales profile. we made it. اوكي اي ثينك غطينا النهارده كتير، حتى لما مشيناش في الموديول كتير، بس احنا غطينا حبه حلوين. يعني غطينا الريكورد بيج هيمشي بنفس السرعه، المفروض 25 minutes، بس احنا عشان عملنا الديمو اللي في الاول ده فخلى 25 minutes in 5 minutes. فان شاء الله المره الجايه برضو نمشي سريع في الكاستمر ريكورد بيج، في الاب هوم لايتنينج بيج، وبعد كده اتكلمنا اوريدي عن الدايناميك فورم، ان انا بتحكم بدل ما يبقى عندي بالك فان انا اعمل كده، وبعديها بقى ان احنا نعمل ادفيزابيلتي رول ونلعب اكتر بالدايناميك بيج. حد عنده اسئله قبل ما نراب اب؟ تمام. اي هوب انها كانت يوسفول، ومتشكر جدا جدا تاني على وقتكم. يلا سلام عليكم. See you next time.